اوحش 10 تيشيرتات في البريمير ليج موسم 24-25. الصراحه انا حاسه ان تصميمات الموسم ده برعايه نوستالجيا القرن العشرين، كل الحاجات اللي مستوحى من العشرينات، حتى القرن الماضي، من الثمانينات، من التسعينات. فصراحه محسساني ان انا دخلت محل الملابس الرياضيه اللي كان تحت بيتنا في التسعينات، مش يعني مودرن تيك على التصاميم القديمه، لا انا رجعت للتسعينات، يعني انا رجعت طفولتي تاني دلوقتي. اوكي، عشان ما اطولش عليكم، في مركز رقم 10 انا اخترت الهوم تي شيرت بتاعه نيوكاسل. التي شيرت من تصميم اديداس، والتيشيرت مستوحاه من موسم 2002-2003، اخر موسم نيوكاسل شارك في الشامبيونز ليج. حلو ان احنا نفكر نفسنا بالماضي ونحاول نرجع امجاده، بس التيشيرت الحقيقه شكلها قديم زي ما تكون فعلا كانت التيشيرت بتاعه موسم 2002-2003. فانا من اقل التيشيرتس اللي عجبتني في البريمير ليج الموسم ده. وفي رقم 9 اخترت تيشيرت شبيهه برضو للتيشيرت بتاعه نيوكاسل، وهي التيشيرت بتاعه بونموث. التيشيرت برضو مستوحاه من تيشيرت قديمه بتاعت موسم 2014-2015 لما صعدوا للدوري الممتاز، فبرضو فكره نبيله، بس برضو اوفرول التيشيرت ما فيهاش فكره، شكلها قديم وكان ممكن يعملوا احسن منها بكتير. رقم 8 بقى ستوتيشك، لان التيشيرت ده بيختلف عليه الناس، ناس شايفه ان هو احلى تيشيرت في البريمير ليج، وناس مش شايفه ان هو حلو قوي. انا بصراحه من الناس دي. وهو التيشيرت الثالث بتاع مان يونايتد. يعني الصراحه انا حاسه اديداس استسهلت وحطت الثلاث الوان بتوع مان يونايتد. هي الفكره حلوه ان هما اللي بيمثل الوحده بتاع المشجعين متمثله في الالوان بتاعه النادي، بس انا الصراحه حاسه ان هو ينفع جدا كتيشيرت لمنتخب مصر او اليمن او سوريا، يعني اي حد من الاعلام بتاعته ابيض اسود احمر هيحط الشعار في النص، الموضوع انتهى. فانا الصراحه مش من التيشيرت المفضله بالنسبه لي، ومش عجباني الخامه بتاعته، حاسه ان هو شكله تشيب شويه، ممكن كان يطلع بشكل احلى من ده بكتير. فقولوا لي انتوا موافقين معايا الراي ولا انتوا من الناس اللي شايفينه من احلى التيشيرتس. في المركز رقم 7 بقى انا برضو حطيت تيشيرت تانية من تصميم اديداس، وهي تيشيرت الهوم بتاعه فولم. التيشيرت دي المفروض ان هي برضو contemporary او تصميم حديث او لمسة عصرية على التيشيرت الكلاسيكية بتاعت فولم، بس التيشيرت برضو مديني احساس قديم. انا معرفش عشان هما بيلعبوا على حتة النوستالجيا ولا هي التصاميم فعلا شكلها قديمة، يعني اللمسة العصرية مش واصلة لي الصراحة من تصميم الكولر للتفاصيل اللي في التيشيرت. فانا بصراحة مش حاسة التيشيرت ده من التيشيرتس اللذيذة في الموسم ده. وفي رقم 6 حطيت التيشيرت الهوم بتاعة تشيلسي. الصراحة الديزاين overwhelming قوي، التيشيرت مع الشورت too much. المفروض المعنى اللي وراه حلو جدا، اللي احنا شايفينه الباترنز دي عبارة عن الشعلة او اللهب المتقد داخل كل تشيلساوي، فحلو قوي المعنى، بس هو ما وصليش الحقيقه، وحاسه ان هو كتير قوي. فمن اقل التيشيرتس اللي عجباني فحطيتها في المركز الخامس. قولوا لي لو انتم موافقين معايا ولا عجباكم التيشيرت. وفي رقم 5 حطيت تيشيرت كارثي، الاواي بتاع برنتفورد. هو من تصميم شركه امبرو، بس انا ما اعرفش كانوا بيفكروا بايه. بدايه من اللون الوردي الفاتح، ماشي في كذا كلوب عامل كده ومنهم انتر ميامي، بس ايه الزراير دي؟ زراير بيجاما، هو يعني اداني انطباع بيجاما بصراحه. واحد من ماي ليست فيفورت تي شيرتس، ف ما عنديش حاجه اضيف، مش لاقيه له محاسن اضيفها الصراحه يعني. وفي رقم 4 حطيت التيشيرت الثالث بتاع نيوكاسل. زي ما اتكلمنا على التيشيرت اللي هم دي نفس الفكرة برضو، انا رجعت لنفس محل الملابس الرياضية اللي في التسعينات، هي انسبايرد من التسعينات واوائل الثمانينات كده تيشيرت. بس انا حساني انا رجعت هناك، يا اما هم نجحوا قوي في ايصال الاحساس ده، يا اما التيشيرت تصميمها قديمة. يعني انا مش عارفة بيفكروا في ايه الشركات دلوقتي، وخلاص كل الافكار احترقت، لازم احنا راجعين الثمانينات والتسعينات. طب خلاص دي جولدن ايرا، يعني احنا كجيل مظلوم، بس واضح ان احنا كان عندنا احلى تصاميم اهو. سامعين يا جنزي؟ اما في المركز رقم 3 فحطيت تيشيرت بيرنموث الثالث، والباترنز اللي عليه دي مستوحى من الرموز والساحل بتاع البلد،
بس كان ممكن التصميم يبقى شكله عصري اكتر، او يعني توظيف الاشكال دي يبقى بشكل احسن. يمكن اللون برضو مؤثر، انا عارفه مختارين من درجات الازرق عشان برضو ده كوستال سيتي او مدينه ساحليه، بس مش عارفه، هو مش من احلى التيشيرتس اللي انا شفتها الموسم ده. وهو من تصميم برضو شركه امبرو. في المركز الثاني حطيت التيشيرت اللي هو بتاع ايفرتون، وهو من تصميم كاستر. التيشيرت برضو فيها ريفرنس او محاكاه للتيشيرت بتاع 1920، فالتيشيرت شكلها قديم الصراحه يعني فعلا تحس ان هي مستوحاه من قدم الزمن. ما فيهاش فكره قوي، المفروض ان هي فيها باترنز مطبوعه كده على التيشيرت في الباك جراوند. شكل الكولر مش احلى حاجه، ولا الاكمام، وفي الدوتس اللي على الجنب دي المفروض ان هي فكره يعني. بس انا الصراحه مش حاسه ان هي من انجح التيشيرت بالعكس بتاعت السنه اللي فاتت كانت احلى بكتير. يعني هي كانت برضو تحس ان هي ليها كلاسيك تيك كده، بس كان فيها تفاصيل احلى واكتر، كانت مديالها ستراكشر عن التيشيرت بتاعت الموسم ده. واخيرا وفي المرتبه الاولى حطيت التيشيرت الثالثه بتاعت ساوثهامبتون. التيشيرت من تصميم بوما، والله اعلم بوما كانت بتفكر في ايه. يعني التيشيرت مستوحى من باربي، ده 100%. تيشيرت كله بينك بابل جام كده، مفيش ريفرنس معين، مفيش اي حاجه، مش داعي. يعني ليه عملتوا كده يا جماعه؟ بس كده يا جماعه، دي كانت اختياراتي لأسوأ 10 تيشيرتس في البريمير ليج موسم 24-25. قولولي لو بتتفقوا معايا ولا شايفين في تيشيرتس أسوأ، في تيشيرتس انا حطيتها انتوا شايفين ان هي حلوه. هستنى منكم رايكم في الكومنتس. باي.